السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. بودرة السحلب بقى في البيت هي مش جديدة، بس النهاردة هنعملها بطريقة ظريفة وطريقة جديدة كده هتعجبكم ان شاء الله. وازاي هندي للسحلب نكهة الفستق وكأنه كله مليان فستق بطريقة سهلة وبسيطة جدا. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان اعمل لكم ريفيو سريع كده على البراد البورسلين الجميل ده. هنبدأ بسم الله بقى. احنا بنحتاج في الوصفة سكر مطحون ودقيق الرز او طحين الرز. طبعا للأسف انا بلاقي ناس كتير بتقولك احنا ما ينفعش نطحنهم في البيت ولازم نشتريهم جاهزين من بره. لكن طبعا الحاجة اللي بتيجي مطحونة من بره برضو للأسف انتي ما تبقيش عارفة هي مطحونة ازاي، او يعني مش جودتها بقى. لكن برضو مش عاوزة اقول النظافة، معلش انا اسفة في اللفظ يعني. بس الرز او نوعية الرز او نوعية السكر اللي هو موجود بره ايه، فاحنا هنعملهم في البيت. انا جبت كوبايه من الرز وغسلتها طبعا كويس. هنا شايفين كل ما بتطلع ميه بيضه معايا كده بغسل فيها تاني وتالت لحد ما تديني الميه شفافه شويه زي ما انتوا شايفينها كده. هتنقع بقى ساعتين تلاتة حسب الرز لحد بس ما تيجي تكسري الرز بيتكسر قدامك كده زي ما اتعملت كده على ايديا. بعد كده هصفيه من الميه. لازم يتصفى من الميه كويس جدا ويتنشف من الميه كويس جدا قبل ما يطحن علشان يديني نتيجة كويسة في الطحن. هنا طبعا جبت اللي هو فوط المطبخ دي او مناديل المطبخ او اي حاجة عندك، فوطة اي حاجة، وحطيت عليها الرز وهفرده كده لانه لازم ينشف تماما علشان يتطحن معايا كويس. لو تنه فيه شوية مية كده ولا حاجة ولا مندي زي ما احنا بنقول هيعجن معاكي في الكبة او في الخلاط او في اي حاجة. انا كل شوية طبعا بشيك عليه كده. شايفين ما شاء الله بقى عامل زي البودرة. بمسك الرزاية بتبقى عاملة زي البودرة في ايديا كده زي ما انتوا شايفين. كده هو تمام جدا. بعد بقى ما اتأكدت من ان هو نشف خالص زي ما انتوا شايفين بحطه في مطحنة الخلاط العادية خالص، مطحنة التوابل بتاعة الخلاط العادي خالص. مش لازم كبة يا جماعة ولا اي حاجة من الغالية والحاجات الجامدة دي. شوفوا اما بطحنه بس هنا بتأكد ان انا اما انخله لازم انخله علشان اتأكد ان هو مفيهوش كتل ولا اي حاجة، ولا ان الرزاية ما اتطحنتش ولا الكلام دوت خالص. الخطوة دي برضو مهمة جدا في عملية الطحن. شايفين بقى عامل زي الدقيق ازاي وبيعلم حتى في ايدي كده تمام جدا مطحون تمام وفي منتهى الجمال. هكمل بقى الكمية بتاعتي كلها لحد ما توصل لانها تكون ناعمة قوي كده زي ما انتوا شايفينها في الفيديو كده عامل زي الدقيق بالظبط. شايفين بينزل حتى من منخل سهل جدا ازاي لاني نخلته مرة واتنين وتلاتة كده تمام جدا. هنيجي بقى لطحن السكر والمقولة للأسف اللي بتقول إن السكر التموين الغامق ما ينفعش يكون سكر مطحون، لازم يكون فاتح. لا طبعا المقولة ديت مش مظبوطة. عندكم سكر التموين الغامق أهو وطحنته في المطحنة، وأول لما السكر بيتطحن بيديني اللون الأبيض دوت على طول ليه، وبيتطحن سهل جدا ولا غامق ولا أي حاجة، ولونه أبيض اهوت زي الفل زي ما انتوا شايفينه ما شاء الله. وادي الرز اللي مطحون والسكر مطحون عندنا اهوت في البيت، ولا اشترينا ولا اي حاجة، وحاجة بسيطة جدا وسهلة وسريعة كمان متاخدش وقت خالص. السوداني بقى بناخده على النار كده تحميصة بسيطة. انا ده عشان كان سوداني ني انا جايباه بحمصه. بعرفك برضو اما يكون في الموسم بتاعه بيكون الني دوت بنجيبه البلدي وبنركنه وقت ما نعوزه بيبقى موجود معايا. هنا بقى عندي سمسم اديته مش تحميصة، انا بس حطيته مكان السوداني بعد ما حمصته ان هو ياخد الحرارة بتاعة الطاسة بس مش اكتر، علشان السوداني لو اتحمص قوي او اتحمر قوي مش بيدي طعم حلو في السحلة. هو مجرد ان لونه هيبقى اصفر، لكن طبعا مش اصفر ولا اي حاجة ولا اتغير. شايفين ما شاء الله كأنه هو زي ما هو بس مدي يعني لون بسيط جدا. جهزنا بقى الحاجات بتاعتنا اللي جنبنا اللي احنا هنعمل بيها السحلب، بس اقولها لكم وانا شغاله كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وبرده هكتبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف ان شاء الله. عندي كوبايه الا ربع لبن بودره، انا مش بزود منه لاني بستخدم اللبن الحليب بعد كده في السحلب. وعندي كوبايه من دقيق الرز او طحين الرز اللي احنا عملناه مع بعض. وعندي كمان كوبايه من السكر البودره. عندي نص كوبايه من النشا، وما كتريش من النشا لان دي الرز نفسه بيبقى فيه جزء من النشا برضه. ده السوداني انا طحنته في المطحنة، طحنته فرمته ناعم على خشن عشان يدي نكهة حلوة. وهنا هحط السمسم برضو اختياري، السوداني والسمسم زي ما انت عايزة حطي المقدار اللي انت عايزاه او تحبيه. دي بقى التركية اللي قلتلكوا عليها. انا بجيب المطحنة وبحط فيها معلقة او معلقة ونص من السكر البودرة، واحط فصين اتنين من المستكة، يعني كده كده المستكة مش بتتطحن الا مع سكر. وحطيت زي نص معلقة صغيرة من الفستق، وحطيت معاها كمان معلقة كبيرة من جوز الهند أو معلقة ونص،
وهضربهم جامد جدا جدا لحد ما يطحنوا بودرة زي ما انتوا شايفين كده. ودوت بديل مكسبات الطعم اللي كلها مواد حافظة، اللي كلها حاجات مش صحية خالص. لو انت عندك حاجة بسيطة جدا في البيت تقدري تعمليها كده. ريحة بقى السحلب هنا اختلفت تماما، او بودرة السحلب، كأن كلها مليانة فستق، كأن كلها مليانة من جوز الهند. وحطيت بقى ذرة فانيليا في الآخر، والريحة لا تقاوم، الريحة فظيعة يا جماعة والله. انا عبيتهم بقى ببرطمان ازاز طبعا، مغسول وناشف ومتعقم وكل حاجه. وجيت بقى البوله الجميله دي عشان شكلها جميل كده والتصوير، فحطيت فيها الحبه، وحطيت على وشهم السوداني والزبيب وجوز الهند والفستق زي ما انتوا شايفين كده. البوله دي جميله جدا يا جماعه، وعمليه جدا ما شاء الله، وسعرها مش عالي. لو حابين ابقى احط لكم لينك الصفحه في صندوق الوصف ان شاء الله. عندي بقى الاستيكر بتاع السحلب، هنحطه بقى عشان نظبط الدنيا ونعرف ان دوت سحلب. وادي الجمال بتاعنا، اعمليه في البيت اوفر وانضف واحسن من بره مليون الف مره. بالنسبه بقى للبراد البورسلين الجميل ده، انا كان عجبني شكله فجبته. هو بياخد حوالي كوبايتين من الميه، فانا قلت ان انا هستخدمه يعني عادي للشاي، او اغلي فيه ميه وخلاص. لكن قلت اما استخدمه كده واشوف ايه نظامه مع السحلب. طبعا السحلب فيه نشا وفيه رز، دي رز يعني فيه نشا برضو. وحطيته على النار مباشر، وشايفين هو غلي وجميل وطلع في منتهى الجمال. بيحتفظ بالحرارة جدا، وفاضل معايا بصراحة يعني محتفظ بالحرارة على ما جبت بقى الكوباية وجهزت الحاجات للتصوير وكده. ففضل السحلب سخن فيه فترة طويلة. جميل جدا وعملي جدا ما شاء الله، بياخد كوبايتين واكتر كمان، وفي منتهى الجمال. برضه هحطلكوا في صندوق الوصف لينك الصفحة اللي انا اشتريت منها الحاجات الجميلة دي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايكات والشير، واللي مشتركش عندي ينورني ويشترك عندي في القناة. اعملوا كل حاجة في البيت يا جماعة، ما تقولوش الأسعار غالية والحاجات غالية وبنجيب كده من بره. لو عملتيها في البيت هتلاقيها أوفر بكتير من بره وأحسن، وحاجة انت عاملاها بإيديكي وشايفاها قدام عينيكي. وكل عام وأنتم بألف خير.